أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي. صباح الخير يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده يوم جديد، النهارده 12 رمضان. شايفين الوقت بيجري بسرعه ازاي؟ بس الجو النهارده حر شويه، فانا مش هفتح اكتر من كده بصراحه عشان الحر ما يخش الشقه. ماسكه الحمد لله انه موقعش على الارض، لو كان وقع على الارض كان هيتفشفش. بصوا الساعه كام؟ الساعه 2 دلوقتي. بقى انا هبدا اصور معاكم الروتين بتاعي وهعمل ايه النهارده، يبقى روتين كده حلو ومختلف، فتشوفوا معايا الفيديو لحد الاخر. يلا بينا. شكرا لكل التعليقات الحلوه اللي جات لي على الفيديو، واللي جات لي كمان على البوست على المنتدى ان انا الحمد لله نجحت في الجامعه، فشكرا جدا ليكم والله، فرحتوني قوي قوي. ميرسي قوي لكل حبايبي اللي دعوا لي واللي كلموني، شكرا جدا من قلبي. دلوقتي بقى دخلت المطبخ بعد ما غسلت المواعين وكده. اولا بعتذر على صوتي جدا لان انا جالي دور برد كبير جدا، وبسجل لكم في نفس اليوم اللي هينزل في الفيديو. فانا بمسح المطبخ ازاي؟ لما بكون بمسحه على السريع انا بشيل الفرشه بتاعته بكنس عادي، وبجيب البخاخ بتاعه المعطر ومنظف الارضيات في نفس الوقت. ببدا ان انا استخدمهم وبحطها على الارض وبمسح، بتخلي الارض ريحتها حلوه جدا، المطبخ يبقى نظيف قوي، ريحته حلوه جدا. و... وكده كده طالما انا ايدي فيه طول الوقت مش بيحتاج ان انا يعني اعمل فيه مجهود كبير. فانتي كمان قومي شوفي المطبخ بتاعك. انا الخطوه دي بصراحه ما كنتش مرتبه لها، بس كده احسن يعني لما اقف في المطبخ وهو نضيف كده، لان في فتافيت وقع كتير في الارض بسبب زين. فهدخل المكنسه واكنس؟ لا، قلت اشيل بقى وامسح واكنس افضل. هنا في حاجات كده جاتلي من السوق، بتنجان وطماطم وحاجات كده زي كده، بس معرفتش احطها معاكم في التلاجة علشان كان الوقت خلاص يعني. كان الحاجات دي كانت جايه الساعه 5:30، وانا المفروض اعمل من معلش انا جاي كل ما اجي اسجل الاقي حد بيبيع في الشارع، ربنا يوسع لهم رزقهم، بس يعني معلش. فالمفروض احضر بالحاجات دي الفطار، والمفروض ان انا انجز بسرعه جدا. انا كنت بحضر الفطار، مش عايزه اقول لكم ان الساعه كانت 5، كانت 6 الا ربع تقريبا، وانا بجهز الفطار اللي احنا هنفطره. فالحمد لله يعني عملت حاجات سريعه كده، وهي كانت كبده، هعمل لكم دلوقتي كبده اسكندراني حلوه قوي قوي ولذيذه، وفي نفس الوقت كده ما بتاخدش وقت كبير، و... وبتبقى حلوه جدا. عملت كمان عصير فراولة، حاولت ان انا اعمل حاجات بالترتيب شوية، ان انا اعمل عصير الفراولة واسيبه في التلاجة علشان يعني يلحق يسقع قبل ما ابدأ ان انا اعمل قبل ما ابدا اعمل الاكل، بحيث ان هو يبقى احسن. حطيت الزيت على النار عشان هحمر بطاطس كانت عندي في التلاجة من امبارح، فقلت هحمرها علشان تدي طعم حلو. انا عاده بعمل الموضوع ده يا بنات، ان انا لما بيبقى عندي بطاطس محمره مش بحطها في الفرن، ممكن احطها في الفرن، ممكن احطها كده في الزيت تاني، تاخد يعني زي كده ايه قرمشه كده. بتبقى حلوه جدا جدا الموضوع ده. كمان كان جاي مع الكبده خلطه كده من يعني هي مكونه من فلفل وثوم مهروسين وكده، فقلت هديهم تشويحه قبل ما اقطع الفلفل اللي عندي. طيب سارة، انتي مثلا يعني انتي ماشية مع في منيو عاملاه؟ لا بصراحة يا جماعة انا الشهر ده لسه عملتش منيو، تخيلوا. فان شاء الله باذن الله يمكن الفيديو الجاي كده اظبط معاكم المنيو بتاعي بقية الشهر، وهنعمل ايه كمان في الحاجة بتاعة العيد. فده اللي عايزة اكلمكم فيه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، فانتظروا بقى الفيديو الجاي يبقى حلو قوي. انا حاولت اخلص الحمد لله الفطار، خلصته باسرع وقت ممكن، هو كانت حاجات بسيطه، كمان كنا هناكل بالعيش، ما كناش هنعمل مكرونه ولا رز ولا اي حاجه. على فكره انا من الناس اللي بتحب تاكل رز ابيض مع الكبده، يعني حتى لو كبده اسكندراني ممكن يهفني كده ان انا يا اما اكل رز ابيض معاه، يا اما اكل مثلا اكلها في فينو كده، سندوتشات فينو، فبتبقى حلوه قوي ولذيذه. وبتبقى تغيير في نفس الوقت، وكمان الكبده البلدي بتبقى احلى بقى، لو انت تعمل معاها رز ابيض بتبقى احلى واحلى، وبتبقى طعمها قوي. بس هديهم تشويحه كده، لازم الفلفل ياخد تشويحه علشان يدبل شويه وما يبقاش في قطمه كده وانتي بتاكلي الكبده. وبعدين دلوقتي هبدا ان انا اشيل البطاطس، وبعدين هحط بقى الكبده. بس مش قادره اوصف لكم قد ايه انا تعبانه، والصيام مع البرد يعني الحمد لله الحمد لله، بس ايه بينشف الريق قوي يعني، اصلا البرد بينشف الريق، فما بالك بقى مع صيام وبرد وزين وحاجات زي كده.
ادعوا لي كتير قوي. وكمان بالمناسبه انا بشكركم جدا 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 على كل الكومنتس الحلوه وكل اللايكات وكل التعليقات اللي جات لي على البوست بتاع النجاح، وكل التعليقات اللي جات لي على الفيديو بتاع امبارح اللي كنت بقول لكم ادعوا لي فيه بان ربنا يوسع رزقي وكده. ربنا يخليكم ليا بجد، شكرا شكرا من كل قلبي. آم، انا ببقى قاعده كده دلوقتي ولا على بال ولا على خاطر والاقيكم باعتين لي كده تعليقات حلوه وحاجات كده محفزه وحاجات يعني تبسطني وتفرح قلبي، فدي حاجه انا بشكركم عليها جدا يا بنات. دلوقتي انا حطيت اهو زي ما انتم شايفين حطيت الكبده. وكنت عايزه اقول لكم حاجه، انا حطيت المفروض ان انا كنت احط الخل بس نسيته، بس الحمد لله ما حصلش حاجه لان انا فضيت مكان كده وحطيت الخل. لما تيجي تحطي خل على الكبده ما تحطوش على الكبده مباشره عشان هيهريها، حطيه كده جنبها في حته طاسه من فاضيه يعني، وابداي بقى ايه قلبيهم في بعض فمش هيحصل اي حاجه. وحطيت بقى البهارات ملح وفلفل ملح وفلفل وكمون. حبيت اوريكم شكل البهار وانا بحطه عشان يعني تاخدوا بالكم، حتى لو انتوا ايه موطيين صوت الفيديو ولا حاجه تبقوا انتوا شايفين الحاجه اللي انا بحطها ايه. الموضوع سهل جدا والحمد لله. انا ما كنتش متوقعه، انا اصلا عارفين اليوم ده انا كنت هعمل ايه. اليوم ده انا كنت هعمل شوربه خضار، بس ما فيش فراخ، ما لقيناش فراخ. فلقيت بقى خلاص يعني خلاص لازم استبدل الخطه في اسرع وقت لانه ده مش غدا. عارفه لو غدا عادي يعني انا اتاخرت شويه، لكن ده فطار والواحد بيبقى مستني اصلا يعني يخلص الفطار بسرعه ويقعد براحته. فعملت كمان سلطه. حاولت ان الغدا بقى طالما سريع يبقى يكون في حاجه مفيده، فعملت سلطه وطحينه. انا بحب جدا الطحينه على فكره مع الكبده، بحبها جدا، بيبقى طعمها كده حلو وفي نفس الوقت كده بتدي يعني ايه بتدي طعم كده للكبده. بس فانا عملت الحمد لله كل حاجه وكله تمام يعني، كله خلص في الوقت المناسب الحمد لله. انا عايزه اقول لكم ان انا خلصت قبل اصلا ما الاذان، قبل ما الاذان يأذن. متخيلين؟ سبحان الله. رغم ان انا كنت حاسه ان انا هتاخر قوي وان الموضوع مش هيخلص بسرعه كده، بس الحمد لله بقى توفيق ربنا. بنصحكم جدا جدا من كل قلبي تشوفوا الفيديو لحد الاخر. الفيديو فيه كلام مهم قوي في الاخر وعايزه اشارك معاكم الكلام ده. كمان بنصحكم جدا جدا ان انتوا يعني السلطه والشوربه دول دايما كده على الفطار بتاعكم عشان هيفرقوا جدا جدا في صحتكم ويفرقوا في نفسيتكم. يعني كل انتوا بتاكلوا حاجات بسيطه بس عارفين ان هي حاجات مفيده، بيخلي كده نفسيتكم حلوه وتخليكم كده عندكم انرجي كده حلو ولطيف. بتحسوش ان انتوا مختلفين او ان انتوا مثلا الدنيا بايظه معاكم شويه في الاكل. خاصه ان في ناس كانت عايزه تبدا دايت او عايزه تبدا تمشي حياه صحيه شويه في رمضان وما لحقتش. معلش لسه في وقت، وانا هو من الناس ديت. انا من الناس دي على فكره كنت عايزه امشي من بدايه رمضان على نظام صحي شويه. انا ماشيه عليه بصراحه بنسبه 50%. ال50 التانيين بقى ايه بيبوظوا بسبب العصاير اللي سكرياتها كتيره او الحلويات. بس بيني وبينكم لما باخد عصير ما باخدش حلويات، لو باخد عصير حلويات ما باخدش عصير. فبحاول برضو ان انا اظبط نفسي اكتر. كمان عايزه اقول لكم حاجه مهمه، انه ان انا يعني بحاول اخفف من القهوه يعني بحاول اخفف من القهوه عشان انا شربت يومين ورا بعض مج كبير قوي من القهوه. فحاولت ان انا اقلل من القهوه الفتره دي وان انا استبدلها مثلا شاي بلبن، نسكافيه بصراحه. فامبارح انا عملت كده، امبارح عملت شاي بلبن نسكافيه بس ما عملتش بقى قهوه خالص. بس النهارده ممكن اخد في قهوه بصراحه عشان عايزه افوق من الغيبوبه اللي انا فيها دي. بس فهو الطحينه حلوه قوي، حطيت معلقتين. وعلى فكره سر الطحينه بقى ان انت ايه، انا عايزه اقول لكم على حاجه عشان الناس بس تقول ليه الطحينه بتاعتي مش زي بتاعه المحلات. عشان المحلات بيجيبوا العيش الشامي ده وبيبلوه وبيطحنوه يعني فاهمين، بيعملوه كده في الكبه، بيفرموه في الكبه فبيبقى مع الطحينه بيتقل القوام جدا وبيبقى اقتصادي جدا طبعا بالنسبه لهم، كمان بيبقى طعمها حلو ومختلف. فانت لو عايزه تعمليها زي المحلات انا بعملها معاكم ان شاء الله زي المحلات كده عشان ايه تعرفوا الطريقه. بس كده وحطيت اهوت الكبده والبطاطس اهي تمام والدنيا حلوه. والكلام اللي هتكلم معاكم ده دلوقتي هيبقى بعد الفطار بقى، هقعد اتكلم معاكم شويه. زين كان عايز يلعب فقعد يحدف الكرة على الاكل. بس كده وبعدها رحت عملت بقى فنجان شاي كده وهخش دلوقتي البلكونه اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي عايزه اكلمكم فيه
عايزين نتناقش كده مع بعض في حاجات كتير ونقرب من بعض اكتر. فشوفوا بقى اخر كده 4 دقايق كده من الفيديو، مهمين قوي والله وهيبسطوكوا، وعايزاكم تعلقوا لي بقى على الموضوع اللي انا بتكلم عنه دوت، ما تنسوش. بس كده يا حبيبي، نسيبكم بقى مع الموضوع بتاعنا. مش عارفه، حاسه ان عايزه اتكلم معاكم في موضوع اللي هو يعني مثلا ليه الزوج ممكن يزعل زوجته او يحرجها او يضايقها او كده، رغم ان هي مثلا ممكن تكون عامله له كل حاجه تسعده وكل حاجه تفرحه ومش مضايقاه في حاجه، ومثلا بالعكس هي مفرحاه وناجحه في حياتها وناجحه في بيتها وكده. ليه هو ممكن يعمل معاها كده؟ يعني ليه ممكن الزوج ينكد على مراته او الزوج ينكد على زوجته او الراجل ينكد على مراته باي معنى؟ يضايقها، يعلي صوته عليها، ينرفزها، يخليها غصب عنها تدعي عليه غصب عنها، وتلاقي نفسها تدعي عليه ان هو يعني ممكن مثلا تدعي عليه دعوه وحشه، او مثلا ممكن تقول يا رب نتطلق احسن بدل القعده اللي انا قاعداها والمكان الوحش اللي انا فيه. اني ليه المفروض الزوج يعمل كده؟ المفروض ان الزوج ربنا سبحانه وتعالى جعله، يعني الرجال قوامون على النساء. ليه الرجال قوامون على النساء؟ باسباب كتيره قوي، يعني منها واهمها طبعا ان هو يكون قوام عليها، بحيث ان هو يكون قايم على امورها. مش بس يا بابا، بس عشان خاطري بس دي، يكون هو قايم على امورها، يكون هو مثلا بيعينها بيساعدها، لو شوفها زعلانه ولا متضايقه يكلمها، ياخد بخاطرها. مش ده اللي المفروض يحصل؟ ليه بقى عكس ده ممكن يحصل؟ انا عايزاكم بس يعني تقولوا لي رايكم في التعليقات تحت. دي ممكن عكس الحاجات الكويسه هي اللي تحصل، رغم ان هو ممكن يكون انسان كويس ومش وحش وسوي نفسيا وكل حاجه واوقات كتيره بيبقى كويس، اوقات كتيره مبيبقاش كويس. في ناس ممكن تقول مثلا اصله ضغط الحياه وضغط الشغل والكلام ده كله. طب ليه ممكن الواحد يعني يأذي حد بالكلام، حتى لو حد اقرب ما ليه؟ فانا من الفيديو ده احب اقول ان ممكن اي طرف من الاطراف يعني يزعل من بعض او يعاتب في بعض، بس يعاتب باحترام، يعاتب بأدب، يعاتب بمودة، ما يعاتبش يعني بوجع، ما يعاتبش مثلا بحد من هو يوجع الطرف التاني، يزعله يبكيه. خصوصا ان احنا كستات احنا ضعفاء شويه في الموضوع ده، بنبقى بناخد الموضوع حمل قوي على قلبنا، وبنبقى تعبانين جدا وقلبنا بيوجعني بسبب الموضوع ده. حتى لو الموضوع بسيط، حتى لو حكيتي لحد وقال ان هو موضوع تافه، حتى لو انت بعد ما فقتي من زعلك منه حسيتي ان هو موضوع ما يستاهلش، بس هو في وقتها بيبقى فعلا كبير قوي. فارجوكم اختلفوا مع بعض باحترام، واختلفوا مع بعض بموده. ولو في راجل بيسمع الفيديو دوت، يا ريت تختلف مع مراتك بموده ورحمه، ما تبكيهاش، ولو بكيت حاول تحتضنها، وحاول تحتويها، وحاول ما تخليهاش تعيط بسببك، لانه صدقني الست ما بتنساش حاجتين: اللي فرحت بسببه واللي بكت بسببه، ما بتنساهمش ابدا. فخليك انت من الناس اللي فرحت بسببهم. وبس يعني كنت حابه اتكلم معاكم في الموضوع ده. بصوا دلوقتي انا حابه كده اتكلم معاكم شويه. انا عملت كده يعني مج كده شاي مع كوبايه كبيره من الميه، وجبت كده الفانوس ده عشان يعني يبقى فيه اجواء وزين معايا. فحابه اتكلم معاكم في حاجات كتير قوي. عايزه اقول لكم انه يعني انا بصوا ايديا وجعتني من غسيل المواعين، والله غسلت كميه مواعين مش طبيعيه، وبرده المواعين اتكومت تاني لاسباب كتير بقى، اكل واحنا بناكل وزين بيلعب وبيتشاقى وكده. فمش قادره اوصف لكم مدى الارهاق اللي انا حاسه بيه، غير ان انا داخل على دور تعب برد شديد. بس كل اللي عايزه اقوله لك، حتى لو المواعين تاني اتكومت، وحتى الدنيا تاني لو اتعملت اتكركبت من حواليكي، والمواعين تاني ملت المكان، واي حاجه حصلت، ما تستسلميش ان انت تبقي يعني في مود وحش. لا بالعكس، المفروض تكوني في مود احسن، المفروض تكوني كده قاعده مع نفسك، يعني اقعدي مع نفسك. انا هقعد القعده دي ممكن ما اكملش في المج او الفنجان بتاع الشاي، لكن ممكن هبقى قاعده مع نفسي ومبسوطه شويه في البلكونه وهوا وفي صالون شويه، الواحد يفصل شويه مع. وخدت السبحه بتاعتي معايا، بحيث ان انا اقعد اسبح دلوقتي بعد ما اقفل معاكم الفيديو. وبس يعني فده اللي كنت حابه اكلمك فيه. حتى لو الدنيا برضو بعد كل الترتيب والتنظيم اللي احنا بنعمله برضو اتكركبت، ده سنه الحياه، ما تزعليش وخدي وقتك وخدي المي تايم بتاعك. وانا دلوقتي هاخد المي تايم بتاعي
واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو بكره تاني باذن الله جديد، ويكون مليان تفاصيل حلوه. وبس كده، مع السلامه.